مش دايما كل اللي بنحتاجه بتكون بدايه جديده، احنا بس محتاجين فتره اختفاء مؤقت، اختفاء نراجع في نفسنا ونغير في تفكيرنا للاحسن. لو عايز تعمل مساحه لنفسك بعيد عن عيون الناس او حابب تغير حياتك بعيد عن انظار الناس، فالفيديو ده مناسب ليك. هشرح لكم 3 خطوات اساسيه، فلو طبقتها زي ما هقول لك هتحس بتغيير جذري في حياتك. بس ركز معايا عشان لو لخبطت في اي خطوه وبالاخص الخطوه الاخيره فانت هتكون ضيعت وقتك على الفاضي. يلا بينا، يلا بينا. الخطوه الاولى معانا وهي الاختفاء في الصمت، ودي اهم خطوه ومش اسهلهم. المطلوب منك انك تنازل عن انذار وما تسيبش اي اثر ليك. ابدا بتقليل استخدامك للسوشيال ميديا واقفل اكونتاتك وما تشاركش اي معلومات شخصيه طول فتره اختفائك. وفي الواقع قلل من خروجاتك مع اصحابك وتعود تقول لا، وغير الاماكن اللي انت متعود تروحها. انك تقول لا دي مش حاجه وحشه، دي حاجه لمصلحتك. قول دايما لا وانك مشغول، لان المثال بيقول لك درع شمعتك تقيل. فمفيش حد يحب لك الخير ومحدش يحب انك تبقى احسن منه. الهدف من كل ده انك تختفي ومحدش يحس بيك. بعد ما تختفي هنيجي على تاني خطوه، وهي انك تبني نفسك بعيد عن عين الناس. الفتره دي بقى تركز على تطوير نفسك وتشوف انت بتحب ايه وبتكره ايه. اسال نفسك انت حابب تكون ايه. هسيب لك شويه اسئله في الوصف جاوب عليها مع نفسك وقت ما تكون قاعد في مكان هادي ودماغك رايقه. تقدر في الفتره دي انك تتعلم مهاره جديده او لغه او انك تتعلم جرافيك ديزاين او غيره من المهارات، او حتى تمارس رياضه كان نفسك تلعبها قبل كده. اقرا كتب وفكر في اهدافك. ولو ما بتحبش القراءه اسمع بودكاست واشتغل على اكتشاف نقاط ضعفك حسنها. واللي بيميز المرحله دي انك بتعمل كل ده في السر. يعني لو فشلت محدش هيلومك. تغلط، تكرر الغلط، تصلح الغلط وتحاول تاني وتالت ورابع لحد ما تنجح في الحاجه دي، لان محدش هيلومك. محدش هيلومك ليه؟ لان انت بتشتغل في السر ومحدش شايفك. واهم حاجه انك تهتم بصحتك النفسيه والجسديه. انزل جيم او اتمرن اي رياضه انت كان نفسك تتمرنها، وظبط نومك وخصص 5 دقايق اتامل فيهم. الخطوه الثالثه وهي العوده، وهي اهم خطوه. العوده لازم تكون شخص جديد، مش بس في ستايل لبسك او شكلك، لازم تكون طريقه تفكيرك وطريقه كلامك. فلو انت دايما متردد وبتتكسف فانا عايزك ترجع وانت واثق من نفسك، لان الحياه هتتعاش مره واحده. فانت عيش وجرب كل حاجه، بس الاهم من ده انك تحدد من الناس اللي انت عايزهم يكونوا معاك في حياتك الجديده ومن الناس اللي لازم تبعد عنهم، لان العوده لنفس العادات ونفس الناس هيرجعك للي كنت عليه. فكر كويس، لا عايز ترجع وعايز ترجع ازاي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. وما تنساش تابعنا عشان يوصلك حلقه كل اسبوع. والسلام.